أسعد الله صباحكم مشاهدينا مستمعين الأفاضل، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة لهذا السباق من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان السيح بمحافظة الأحساء، ليوم السبت مع انطلاقة أشواط المفاريد وانطلاقة الشوط الأول والرئيسي للإبكار المشتركات من مسافة 1500 متر. نسير وإياكم مع الصدارة مع المركز الأول لكي نتابع في هذه اللحظات الصدارة والقيادة. والمركز الأول وتابع العنود راشد بن عبد الله السوداني مع الصدارة مع المركز الأول، بينما النغلة على المركز الثاني لكي يتابع منوه حمد بن محمد أبو عجرة المري مع المركز الثاني، بينما النغلة على المركز الثالث لكي يتابع في هذه اللحظات ثالث الأسماء وتابع من خلال هذا التقدم وتابع نود عبد الرحمن بن سعيد المصرقع. والمركز الرابع يصل بن عايض مع انطلاقة الغزيل محمد بن علي بن عايض المري. والمركز الخامس أرى في هذه اللحظات المركز الخامس تصل على المركز الخامس تصل مهرة خالد بن سالم العفرة مع المركز الخامس. ولكن أعود للصدارة للمركز الأول لكي يتابع العنود راشد بن عبد الله السوداني مع الصدارة، ولكن بن حتروش مع المركز الثاني في هذه اللحظات. جابر بن سالم بن حتروش يصل مع القادمة، ولكن ابو عبد الله ما زال مع العنود والقادمة قادمة على المركز الثاني. واللي وصلت على المركز الثالث الشاينية غانم بن سلطان، ولكن اللحظات الأخيرة والسلام يحتار، ولكن سلام العنود سلام تحية واحترام لراشد بن عبد الله السوداني على فوزه بالمركز الأول. المركز الثاني وصلت القادمة جابر بن سالم بن حتروش، والمركز الثالث غانم بن سلطان مع الشاينية تانينا. والناموس لمالك العنود راشد بن عبد الله السوداني على فوز العنود بناموس الشوط الأول والرئيسي للإبكار المفاريد تانينا، والناموس لجميع الفائزين.